في شركات كتير بنشوفها بتكبر بسرعة وفجأة نلاقيها واقعة، الأخطاء بتزيد والجودة بتقع والفوضى بتكتر. طيب ليه؟ لأن ببساطة النمو بيكشف الحقيقة، هل عندك شركة فعلا ولا مجرد مجهود مضاعف؟ كتير من أصحاب المشاريع بيفتكروا إن المشكلة الكبيرة في البيزنس هي قلة المبيعات، لكن بعد خبرة سنين اكتشفنا إن المشكلة الأخطر بتكون في الإدارة مش في قلة المبيعات. لأن ببساطة المشروع ممكن يتحمل قلة المبيعات لفترة، لكن مش هيقدر يتحمل الفوضى او عدم وجود نظام لفتره طويله. اهلا بيكم في حلقه جديده من ملعب البيزنس، وزي ما اتعودنا في السلسله دي هنشوف حالات واقعيه من استشارات حقيقيه. يلا بينا. النهارده هنتكلم عن ازاي الشركات الناجحه بتفكر في الاداره والنمو، وليه بنشوف شركات بتكبر وشركات تانية بتقع اول ما بتبدا تفكر ليها تتوسع. كان في سلسله مخابز، الفرع الاول ناجح جدا، الزحمه موجوده والجوده ممتازه والعملاء كمان بيحبوا المكان. صاحب المشروع بيقول انا ماسك كل حاجه بنفسي، وكان شايف ان دي نقطه قوه للاسف. طب ايه الغلط اللي كان بيعمله؟ اول حاجه، كان بيراجع المشتريات بنفسه ويحاسب بنفسه وبيتابع العمال بنفسه ويحل مشاكل العملاء بنفسه، وكان بيعتمد عليه في كل حاجة. وطالما فرع واحد الأمور ماشية، لكن فتح الفرع الثاني ودي كانت بداية الانهيار. فجأة الجودة اختفت والطلبات اتأخرت والشكاوي زادت، العمال اختلفوا والهالك زاد. طيب ليه؟ لأن المشروع ده ما كانتش شركة قادرة تدير نفسها بنفسها، كان معتمد اعتماد كلي على صاحبه بس. صاحب المشروع هنا كان ايه؟ كان هو السيستم، وهو الاس او بي، وهو الديسيشن ميكر او متخذ القرارات كلها، وهو كمان الكواليتي كنترول. يعني لو اختفى كل شيء يقف. تعالوا نشوف مع بعض الارقام كانت عامله ازاي قبل التوسع. المبيعات كانت 450 الف والهالك كان 4%، وما كانش فيه شكاوي تقريبا. بعد التوسع المبيعات زادت بقت 700 الف، المبيعات زادت والهالك زاد كمان بقى 13%، والشكاوي زادت معاها والريفيوز نزلت. النمو كشف قد ايه النظام ده ضعيف. قبل التوسع لازم تسأل نفسك، هل التشغيل موثق؟ هل الجودة قابلة للتكرار؟ هل القرار مركزي جدا؟ هل الفريق يقدر يشتغل من غيري؟ طيب نصحناهم بايه؟ اول حاجة لازم يكون اس او بي واضحة، او طريقة تشغيل مكتوبة لكل حاجة بقى، يعني الخبز والتخزين وخدمة العملاء والإغلاق. تاني حاجة لازم يكون في داشبورد يوميا، المبيعات عاملة ازاي والشكاوى عاملة ازاي والهالك واصل لحد فين وسرعة الخدمة قد ايه. تالت حاجة لازم يكون في تدريب موحد لكل الموجودين في المكان. رابع حاجة لازم يكون في مدير تشغيل حقيقي. وبعد 6 شهور حصلت المفاجأة، الجودة فعلا استقرت والفروع أصبحت قابلة للتكرار، وصاحب المشروع بدأ يفكر فعلا باستراتيجية. لو الشركة واقفة عليك فأنت مش مالك للشركة، انت ببساطة عندك وظيفة بس مرهقة بزيادة حبتين. الشركات الصغيرة بتعتمد على الاشخاص، لكن الشركات الناجحة والكبيرة بتبني نظام يقدر يشتغل حتى لو الشخص ده مش موجود. كان في صيدلية، الفرع الاول ارباحه ضعيفة، لكن صاحب المشروع كان مقتنع ان التوسع هو الحل. طيب ليه؟ عشان اكبر الايراد. وهنا كانت الغلطه الكبيره. الفرع الاول كان بيبيع ب 600 الف والهامش كان 20%، يعني هامش ربح تقريبا 120 الف، والمصاريف كانت 110 الف، الصافي كان 10,000 بس. المشروع اصلا واقف على الحافه، لكن بدل ما يصلحه قرر يتوسع. الفرع الثاني فتحه فعلا والمبيعات وصلت ل 300 ألف والهامش 60 ألف والمصاريف 100 ألف، يعني خسارة 40 ألف جنيه من الفرع الثاني بس. لو جمعنا الفرعين على بعض الخسارة هتبقى 30 ألف جنيه. هو كان فاكر هنا إن لما يزود الحجم المشكلة هتتحل، لكن المشكلة هنا إن التوسع ضرب المشكلة في 2. والغلطة دي للأسف منتشرة جدا في مجتمعنا، لأن كتير من أصحاب المشاريع بيستخدموا التوسع كمسكن نفسي. بيحس إن لما يفتح فرع جديد تعيين موظفين جداد يزود المبيعات ده معناه نمو، لكن في الغالب بتبقى فوضى وعدم نظام اكبر. والاخطاء اللي كان المفروض يشتغل عليها كانت ايه؟ الهامش ضعيف، المصاريف مرتفعه والتشغيل غير مستقر والكاش فلو هش، وكل ده مع التوسع اتضرب في 2. المفروض قبل اي توسع تسال نفسك، هل المشروع الاساسي مربح فعلا؟ هل التشغيل مستقر؟ هل الربحيه تقدر تتكرر؟ هل في سيوله او كاش كافي؟ طب المفروض كان ايه اللي يتعمل؟ اول حاجه يرفع الهامش بتاعه الاول ويحسن المشتريات ويقلل الهالك اللي عنده ويحسن دوران الاصناف. لو قدر يرفع الربح من 10,000 ل 80,000
وقتها بس التوسع يبقى قرار منطقي. التوسع ما بيصلحش مشروع ضعيف، لكن بيكشف الضعف بطريقة أسرع. الشركات الصغيرة بتبقى منبهرة بالحجم، لكن الشركات الناجحة بتحترم التوقيت. كان في مصنع صغير صاحبه ذكي جدا، لكن عنده مشكلة واحدة بس، مش قادر يثق في أي حد، وهو اللي بيوافق على كل طلب ويراجع كل فاتورة ويرد على كل مشكلة ويتدخل في كل قرار. طب النتيجة؟ بطء، تأخير، وفريق خايف، وصاحب مشروع مرهق جدا. كل حاجة في المشروع كان بيستنى موافقة صاحبه، حتى القرارات الصغيرة. والنتيجة بالأرقام: التوريد اتأخر، وفرص بتضيع، وشكاوى عملاء بتزيد، وفي كمان ضغط تشغيل. وصاحب المشروع بيقول محدش بيفهم غيري أنا. هو للأسف هنا ما بناش فريق يقدر يعتمد عليه، هو كان معتمد على نفسه بس. طيب إزاي الشركات الناجحة بتفكر؟ هي مش بتسأل مين هينفذ إيه، هي بتسأل ازاي نقدر نبني قرار ما بيعتمدش على شخص واحد. نصحناه لازم يكون في صلاحيات واضحة، KPIs او مؤشرات قياس اداء، ولازم يكون في ابروفال ماتريكس، ولازم يكون في تدريب للمدراء اللي موجودين عنده، وكمان يكون في متابعة بالارقام مش بالمزاج. والنتيجة كانت ايه؟ سرعة اعلى، ضغط اقل، وصاحب المشروع بدأ يركز على النمو بدل ما كل يوم كان بيطفي حرايق. لو انت صاحب مشروع وبتتدخل في كل حاجة، للأسف شركتك مش هتكبر أبدا، لأنك ببساطة أصبحت عنق الزجاجة، كل حاجة واقفة عليه. الشركات الناجحة مش بتكبر بالمجهود بس، بتكبر بالأنظمة، وعلشان كده كتير من الشركات بتقدر تكبر بدون ما تقع. ولو أنت وصلت معانا لحد هنا، في مفاجأة ليك. طبعا اتكلمنا قبل كده عن الكوميونتي بتاع ملعب البيزنس ديسيشن روم، وفي الكوميونتي دي عاملين لك مفاجاه غير المره دي. كتير مننا نفسه يكون رائد اعمال او صاحب مشروع خاص بيه ويسيب الوظيفه بتاعته، لكن في سؤال مهم هنا: هل انت جاهز اصلا للخطوه دي ولا لا؟ طيب تعرف ازاي؟ احنا مجهزين لك زي تمبلت او نموذج تقدر تعرف بيه، عباره عن سكور كارد، مجموعه اسئله انت بتجاوب عليها وبتكتب ارقام معينه، ومجموع الارقام في الاخر بيطلع لك رقم معين. لو الرقم ده طلع اللي هو accepted او مقبول، توكل على الله وابدأ مشروعك. لو طلع unaccepted او مش مقبول لا قدر الله، شوف الاخطاء او نقاط الضعف اللي انت وقعت فيها وابدأ اشتغل عليها، ووقت من الاوقات هتحقق حلمك ان شاء الله. لينك المجتمع او الكوميونتي هسيبه لك في اول كومنت. وهنا نوصل لسؤال مهم: لو عندك مشروع، ايه اكتر حاجة بتستهلكك يوميا؟ الادارة ولا التشغيل ولا الموظفين ولا اتخاذ القرارات؟ هستنى اجابتك في التعليقات. وكالعادة ما تنساش اللايك والفولو والسبسكرايب، ولو استفدت بحاجة شير الحلقة مع اي حد انت شايف اللي هو يستفيد منها. ونشوفكم في حلقة جديدة من ملعب بيزنس ان شاء الله. انا الدكتور احمد ابو معاطي، وفي ملعب البيزنس هنعلمك ازاي تلعبها صح.